عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر لكم الكعك. الكعك هو غادي نسحقو زوج بيضات. عندي الكاس تاع الحليب بهذا التعبيره تاع الكازوز، وعندي الماء الزهر دفيته ودرت معاه زوج مغارف تاع خماره تاع الخبز، ومعاهم كاس تاع الزيت وزوج كيسان تاع الماء حتى هما يكونوا دافيين، وعندي المنكه تاع الليمون، وعندي النافع، وعندي النافع عندي محمص ومطحون. هذا ما حمصتاش يعني عادي طحنته، وهذا النافع محمص يعني درتو حب، وحب الحلاوه حتى هي حب، وعندي البسباس حتى هو طحنته، وغادي ندير معاه زوج مغارف تاع لافاني، والفرينه الفرينه دوك نجمعنا بالفرينه، والكاس تاع السكر. درت زوج حبات تاع البيض، زوج حبات بيض، ودرت معاهم الكاس تاع السكر نضربهم مليح، من بعديها نزيد معاهم النكهه تاع الماء الزهر، النكهه تاع الليمون، نضرب السكر صافي، ونزيد الكاس تاع الزيت، ثاني كنضربه، نزيد الكاس تاع الحليب، نزيد الكاس تاع الماء الزهر اللي بالخماره، نزيد مع هذا الكاس تاع الماء. يعني تبغي تزيدي كميه كبيره تزيدي الماء تاع الزهر هكذا. دوك نزيد زوج شاشيه تاع لاليفيغ تاع خماره تاع الكاطو، داك الزيت هادو زوج هكذا. وداك نزيد النافع وحب حلاوه، والنافع محمص، والبسباس حتى هو. داك نجمعها بالفرينه، مبغاش كل كيتخرج لك صافي زوج طرف. دوك كي نجمعوه ونخليه شويه يرتاح، غادي نجيب 3 مغارف تاع زبده ندلكهم مليح، ونخليه حتى هو ثاني كيزيد يرتاح. يعني دروك راني لميته ونخليه يرتاح، وغادي من بعديها نزيد 3 مغارف تاع زبده ونخليه يرتاح، ونعاود نعركه مليح صافي. سيري ماريا ها دروك ندلكهم مليح. تحكمي المقص، قصصته هكذا في المقص، نديريها باش ملويه هكذا صافي. دوك غادي ندير فوقها البيض ونخليه يتخمر بالبيض تاعه، وكي يخمر ندفعه في الفرن. يعني كي دلكته بالزبده ما نعاودش ندلكه ثاني، نخليه يتخمر وصاي دروك كسرتو هكذا كريت. وهذا هو الكعك. يعني الكعك ملي تبغي تخليه يتخمر ديري فيه البيض وخليه هو يتخمر معاه، يعني ما ديريش ويكون هو خامر. قلكم هذا هو الكعك ويجي بفشيش. قلكم ديليسيو، قلكم سلام.